المعروف عن التماسيح إنها مخلوقات شرسة وخطيرة، وهي واحدة من المخلوقات القليلة التي تحب اللحم بكل أنواعه، وحينما يتذوق التمساح اللحم البشري فلن يعجبه لحم آخر. هذا ما حدث مع التمساح أسامة، وهو تمساح أوغندي يعيش ببحيرة فاكتوريا، أكبر بحيرة بالقارة الأفريقية. تلك البحيرة التي تعد مصدرا للسياحة وللرزق لسكان القرية، ولطالما كانت هذه القرية مسالمة هادئة ولم يسبق لأي شخص أن فقد فيها، لكن بدأت حالات غريبة لأشخاص يفقدون بدون أثر، كما بدأت قطع ملابس ملطخة بالدماء مع أشلاء بشرية تطفو على ضفة البحيرة من حين لآخر، وكانت معظم هذه الأشلاء هي رؤوس. اعتقد الجميع أن هناك مجرم بالقرية يقوم بقتل الناس وسرقتهم ثم رمي أجسامهم بالبحيرة حتى يخفي جرائمه، ولم يتوقع أحد أن هؤلاء الضحايا لقوا حتفهم على يد تمساح، لأن سكان القرية يعرفون كيف يتفادوا التماسيح. خلال كل العقود الماضية لم يسمع السكان عن تمساح أكل بشر في قريتهم، ولم يسبق وأن تمكن تمساح من صيد شخص واحد في هذه القرية، وعاشوا بينها لقرون وعرفوا كيف يتفادوا ويهربوا منها. فما الذي تغير؟ ظلت الشكوك تحول حول المجرم المجهول، حتى رأى مجموعة من الأشخاص تمساح ينقض على من بالبحيرة على طفل عمره 12 عام، ويجر إلى عمق البحيرة لتطفو ملابسه وبعض أشلاءه للخارج بعد عدة ساعات. المثير للرعب أن هذا التمساح لم يكن عاديا، فقد كان ضخم وسريع، بل أن البعض اعتقد أنه من نسل التمساح غوستاف، والذي أرعب دولة بوروندي لسنين طويلة. كان طول هذا التمساح يقارب 5 أمتار، وعمره تخطى 75 عام، وهو أمر غير طبيعي بالنسبة للتماسيح، مما أثار رعب سكان القرية وجعل الصيادين يصيدون بالقوارب بدل من الشاطئ. فهذا التمساح ليس عاديا، لا يمكن تفاديه عند الشواطئ عن طريق الهرب، حيث أن وثبته عالية وقوية. لكن الصدمة لم تكن هنا. الصدمة أن هذا التمساح قد طور تقنية لصيد البشر حتى بالقوارب، حيث أنه أصبح يسبح بشكل سريع ويضرب القوارب من أسفلها ويقلبها ويأكل أول شخص يسقط منها. وبدأت الحوادث تتوالى حتى قرر السكان القضاء عليه والتخلص من شره للأبد، فقد تم منع الصيد بالبحيرة أو حتى الاقتراب منها بشكل نهائي حتى يتم الإمساك بهذا التمساح ويزول الخطر. وبمساعدة من الشرطة الأوغندية لحماية الحياة البرية، فقد قاموا بأخذ رئتي بقرة وربطوها كطعم في البحيرة. لكن الكثير من التماسيح أتت وحاولت ابتلاع الطعم، أما أسامة لم يأتي ولا يبتلع الطعم، فقد كان أسامة يحوم حول البحيرة منتظر فريسة بشرية جديدة، واستمر الأمر مدة أسبوع كامل. لكن وبعد أسبوع كامل من الانتظار والجوع أتى أسامة أخيرا وابتلع الطعم، وتم أسره وأخذه لإعدامه ولصناعة أحذية وحقائب من جلده انتقاما لأهل القرية. أسامة قد أكل من 80 ل 83 شخص من العام 1991 إلى العام 2005، أي ما يعادل 10% من سكان قرية لونانج، وقد كان من بينهم أطفال. كما تمكن من تدمير قوارب صيد وأرعب ودمر اقتصاد القرية القائم على هذه المهنة لعدة سنين. بس لحد هنا يكون موضوعنا انتهى. أتمنى لو عجبتك القصة ادعمني بلايك واشتراك للقناة. أشوفكم في قصة جديدة. السلام عليكم.